يا الوحد اجمالك حبايب، لا اخوان يمك لا قرايب، والتمت عليك المصايب، وبثيابك تراب الخرايب، يا معين تبكي وقلب ذايب. واجب يا اهل تدرون، واجب علوياتكم بين الاجانب، محمد يا صنديد الحرايب، تعبنا من السب ونوم الخرايب. ان شاء الله نروح ونزور قبرها، قبر زينب، واقرا لكم هناك: من شفت قبرك صرخت بحيره، يا غريب اش جابك لهالديره. اي والله اش جابك بنت علي. شو تمنت زينب؟ تمنيت قبري بين قبري بين اخوتي عباس وعزيز. شلون امنيه هاي بين الحرمين؟ قال لي شو اسمك؟ قلت له اكتب يا حسين. والله ايش عندنا غيرك يا ابو عبد الله، دنيا واخره. قال لي شو اسمك؟ قلت له اكتب يا حسين. قال لي دارك؟ قلت له بين الحرمين. قال لي قلبك؟ قلت له بين القبتين. قال لي شغلك؟ قلت له خادم للحسين. قال لي شكتب ما عرفتك؟ قلت له امحش ما كتبته وارجع اكتب يا حسين. ما مثل يومك يا ابو اليمه جرى، عالرمح راسك وجسمك عذر. الله، عالرمح راسك وجسمك عذر. هذا اشجع ما يمكن قوله للشعراء منذ ذلك الوقت، أن الحسين فصل رأسه عن بدنه.